السلام عليكم. الزل في اللون. تحية طيبة لكل المشاهدين، صحة فطوركم. أتمنى أن يكون الجميع بخير. هذا بث مباشر بعد غياب، يعني ماهوش غياب طويل، لكن بالنسبة لواحد كيما أنا ما يصبرش على الفيسبوك، بالنسبة لي راهو غياب طويل 3 أيام. التسجيل هذا البث المباشر راح يكون قصير، مدة 5 دقائق ولا 10 دقائق فقط، ومباشرة بعد البث المباشر راح ننزل تسجيل فيديو اللي سجلته يعني قبل المغرب تقريبا العصر، نزلته رايح ننشره بعد قليل، لأنه راح يكون واضح حسب يعني ما وصلني من معلومات من أصدقاء يعني واتصالات، يقولوا أنه البث المباشر يتقطع وفيه يعني ثقل كثير. إذن باش نوصل الرسالة ويوصل يعني كلامي إلى الزملاء والأصدقاء والمتابعين، رايح ننزل تسجيل بعد قليل. لكن لا بأس من توضيح 3 نقاط اللي اداركتهم فيما بعد، كنت نسيتهم في التسجيل ما تكلمش عليهم. النقطة الأولى هي أولا وصلتني رسائل كثيرة من أصدقاء اللي يستفسروا لماذا تم حذفهم من قائمة الأصدقاء. بالفعل أنا قمت بحذف عدد كبير، تقريبا حوالي 4000 صديق، ورايحين تسمعوا الشرح لماذا في الفيديو بعد قليل. النقطة الثانية اللي حبيت نوضحها، بعض الأصدقاء يقولوا لي يا بن سديرة أنت يا نزلت المستوى وعطيت أهمية كبيرة لهذا الشخص هذا يا أمير ديزاد، وكأن القضية بينك وبينه أصبحت يعني قضية شخصية. والله يعني مقربة. يعني طبعا القضية الشخصية بيني وبينه، أنا ما عنديش معاه مشكل سياسي، وعلاه هذا يا أمير ديزاد رئيس حزب، وزير سابق، دبلوماسي سابق، ضابط سابق، وما عنديش علاقة معاه. أنا صحافي سابق، صحافي حالي، يعني موش من مستوايا أصلا باش نتناقش معاه نقاش سياسي. القضية اللي بيني وبينه هي قضية شخصية بامتياز، وقضية تصفية حسابات نعم، قضية ثأر نعم، لأنه مسني في شرفي. يعني الناس اللي عم يقولوا بن سديرة خطيكم كذا نقول له دبر على سوقك، دبر على سوقك، دبر على سوقك، لأنه الموضوع هذا يمس شرفي وكرامتي. هذا اللقيط، هذا الشاذ، هذا المخنث، هذا الكذاب النصاب مسني في شرفي. نصحته نصيحة لوجه الله، سبني وسب لي مرتي أم ولادي وسب لي بنتي. وش تنتظروا مني؟ تنتظروا مني نقول له يا عفى الله عما سلف؟ لا، سعيد بن سديرة مش من ذاك النوع. سعيد بن سديرة ما يظلمش، لكن إذا كان تظلم لن يتنازل عن حقه إلى يوم القيامة، وما نرحموش. قسما بالله العلي العظيم نهاية أمير ديزاد على يدي، نهايته على يدي. أنا اللي راح ندخله الجزائر، وأنا اللي نكون مسؤول على ملفه بصفة شخصية، لأنها القضية أصبحت شخصية وقضية ثأر بيني وبينه، مسني في شرفي وكرامتي، وما زالوا يحل في فمه. لأنه لو اعتذر ممكن نقبل عذره، لكن هو تمادى في خطئه وأظهر أنه بالفعل لقيط، بالفعل شاذ، بالفعل مخنث، بالفعل ساقط. وبالتالي اللي راهم يدبروا عليا ويقولوا لي اخطيك من سوقه، نقول لهم دبروا على سوقه، نعرفوا ندفن بوي ونعرف كيفاش نحل مشاكلي وواحد ما يدبر عليا. القضية شخصية نعم، القضية شخصية بيني وبينه، وثأر نجيبه ولو بعد 100 سنة. نقطة إلى السطر. الآن نقطة ثانية، يقولوا يا بن سديرة أنت يا تعديت الأمور وأصبحت تتكلم عليها الأمور الخاصة والعائلية. الشخص هذا ماهوش سياسي، ما نقدرش ننتقده في سلوكه السياسي، ما نقدرش ننتقده في سلوكه، قال ما نش عارف أنا المالي ما عندوش. هو مسني في شرفي، مسلي مرتي وبنتي وتكلم عليا بالسوء،
لازمني العين بالعين، السن بالسن، والبادي أظلم. هو اللي بدا، هو اللي خرب في عش بوزنزل. درك نبين له الزنباع وين باع. يحوس يتكلم على عرضي وشرفي، درك نبين له قيمة العرض وقيمة الشرف وقيمة الرجولة كيفاش دايرة. أنا رحت خربت له في عشو، جبت له الراسه نتاع جدو، نتاع بويو، نتاع عمو، نتاع خالته، نتاع اختو، نتاع كل العائله نتاعو، ووصلت حتى لألمانيا. نعطيكم المعلومه الجديده، المعلومه الجديده اللي كانت عندي لكن ما كنتش مأكدها الى غايه اليوم، اللي تأكدت لي بصفه رسميه. هو انه هذا المدعو امير ديزاد هو لقيط، يعني عطينا لكم الدليل انه لقيط وبالادله وبالشهود. هذا امير ديزاد هذا شاذ، مانيش انا اللي قلت انه شاذ جنسيا، هو يعترف في محضر رسمي في ملف رسمي في المانيا. قدم اللجوء الانساني في المانيا على اساس انه شاذ جنسي يعني ومتابع في الجزائر وعنده مضايقات وما يقدرش يعيش حياته الجنسيه مع الذكور في الجزائر لانه ممنوعه، بالرغم من أن الشواذ في الجزائر راهم معمرين، يعني في كل حق، يعني الشواذ المخنثين في الجزائر راهم أكثر من ألمانيا وأكثر من بريطانيا وأكثر من فرنسا. هو قدم اللجوء في ألمانيا على أساس أنه شاذ جنسي. هو يعترف في محضر رسمي في الهلال، في الصليب الأحمر الألماني، وفي وزارة الهجرة الألمانية. قدم ملف نتاعو، ملف اللجوء نتاعو، اللجوء الإنساني، يعني هو مش سياسي، ما يقدمش لجوء سياسي، هو يقدم لجوء إنساني. اللجوء الإنساني اللي قدمه في ألمانيا يقول أنه شاذ جنسيا، ويطالب بالحماية في ألمانيا لأنه لا يستطيع العيش في مجتمع عربي مسلم الجزائر. هو يقول ألمانيا رفضوا له الملف نتاعو، قال له لا، انت اذا كانك شاذ صحيح تقدر تعيش في الجزائر، وكان الشواذ عندنا مصالح الامنيه، المصالح القنصليه الالمانيه في الجزائر راهم خبرونا باللي عادي جدا تقدر تعيش عادي جدا، روح ارجع للجزائر ومارس الدعاره ومارس الشعوذه اللي كنت تمارس فيها في غليزان. رفضوا له الملف، استأنف الملف في المانيا، رفضوه له المره الثانيه. اذا اصبح تحت طائله الترحيل إلى الجزائر، يعني كانوا رايحين يدوه إلى مركز الترحيل ديتيشن لفترة معينة وبعد يرحلوه الجزائر. هو ومجموعة من الشباب اللي يمسهم نفس الإجراء هربوا. هو الآن راهو هارب من وزارة الهجرة الألمانية، هرب لفرنسا. درك نوضح لكم واحد الأمر قانوني باش تفهموا. في أوروبا سواء في ألمانيا أو فرنسا أو بريطانيا المصالح الأمن يعني متقسمة مختلفة. يعني مصالح الأمن في الهجرة هذه وزارة لحالها، لا علاقة لها بالشرطة والجمارك وهذه الأمور، لا. يعني هذا أمير ديزاد لما هرب لفرنسا يعني يقدر يعيش حراك في فرنسا مدة 10 سنوات 20 سنة، واحد ما يحوس عليه، لكن ما يقدرش يخدم، ما يقدرش يسافر يعني خارج الاتحاد الاوروبي، يعني في هذاك الاطار، ما يقدرش يكون عنده تامين صحي، ما يقدرش يكون عنده اقامه رسميه، ما عنده حتى وثائق رسميه ولو يقعد 100 سنه. في حاله ما اذا كان ارتكب اي خطا اي مشكل ولقاو عليه القبض الشرطه وداوه لمركز الشرطه، رايحين يبحثوا في الملف نتاعو يلقاو انه عامل البصمه نتاعو والطلب اللجوء نتاعو في المانيا، رايحين يرحلوه الى المانيا وليس الى الجزائر، باش نكونوا واضحين. لما يرحلوه الى المانيا تعمل الاجراءات نتاعها القانونيه وترحلوا الى الجزائر. اذا هو عايش في فرنسا، اذا ما يديرش مشاكل في فرنسا واحد ما يحوس عليه، لانه في بريطانيا الان عايشين حوالي 500 ولا 600 الف اجنبي بما فيهم جزائريين، حوالي 10,000 و 20,000 جزائري عندهم 10 سنين 20 سنه وهما حراقين في بريطانيا، واحد ما يحوس عليه، ما عندهمش وثائق ويخدموا نوار، يخدموا يعني في بدون وثائق، لكن واحد ما يحوس عليهم، لكن ما يديروش مشاكل. والشرطه يتقابلوا معاهم، لانه في اوروبا سواء في المانيا ولا فرنسا ولا بريطانيا الشرطه عمرها ما تجي تقول لك اعطيني الوثائق تاعك، الا في بعض الاماكن المعينه، مثلا في بريطانيا هنا في لندن مثلا فينسبيري بارك، في فرنسا مثلا بارباس، في المانيا ما نعرفش الاماكن، في فرانكفورت ولا في برلين الاماكن اللي فيها كثير من العرب، يعني في فرنسا في بارباس مرات الشرطه تروح تفتش قال اعطيني اوراق، لكن في
باريس شونزيليزي ولا في اي مكان، ولا مش عارف في 18 15 10 اي مكان في باريس، واحد ما يحوس عليك الا اذا درت مشكل. يا اما دير حادث مرور، يا اما تعتدي على ناس، يا اما تعمل مشكل، ثم يلقيو عليك القبض، يدوك لمركز الشرطه ويحاولوا يعرفوا التفاصيل تاع حياتك، وبالتالي ثم ياخذوا الاجراءات القانونيه. اذا هذا امير ديزاد هذا راهو عايش في فرنسا بطريقه غير قانونيه، وما يقدرش يسوي وضعيته في فرنسا ابدا. لازم له يرجع لألمانيا، ولا يرجع لألمانيا راهو مبحوث عنه من طرف الهجرة، أقول، لأنه يقدر يدخل لألمانيا زيارة ويعاود يولي، ما يفوقولوش، الشرطة ما يحوسش عليه، لكن الهجرة مسجلينه في قائمة المبحوث عنهم. لو يلقيو عليه القبض يفوتوه لمركز الترحيل ويرحلوه مباشرة للجزائر. الآن كان ربي ساطرو، كان ربي مبعد عليه البلاء حتى نخلط في بنزديرة. مشكلته انه خلط في بنزديرة. مادام خلط في بنزديرة، دركا انا نوري لك الزنباع ونينباع يا امير. انا دواك الان انت راك تحت مراقبه السعيد بن سديرة في فرنسا، والبنات اللي راك كنت تبات عندهم وتاكل عندهم وتشرب عندهم، اللي راهم كانوا مديبانينك وشايفينك حاجه كبيره وشخصيه وعندك بزاف معارف في الفيسبوك، ذا هم عرفوا الحقيقه نتاعك وبداو كل وحده ترمي عليك الماء. وانا نحذرهم، اي واحد سواء ذكر او انثى، يعني المراه سواء ذكر او انثى، المراه سواء ذكر او انثى، تستضيف هذا المدعو امير ديزاد راه يتحمل مسؤوليه. اي وحده تكون مع امير ديزاد اولا نفضحها بالصوره تاعها، نصورها ونفضحها بالصوره، لانه راهم الان عندي حوالي 25 مصور راهم يجوبوا في باريس، 25 فوتوغراف راهم يدوروا في باريس، وين يلقاو امير مع واحد ولا مع واحده يصوروها. اذا احذروا، اي واحد يدور مع امير ويتصور معاه راني ننشره في الصفحه ونضيفه للملف ويدخل في قائمه المغضوب عليهم ولا الضالين. قد اعذر من انذر. اني نوصيكم يا بنات الجزائريين، وخاصه يا المطلقات، وراه عندي القائمه اللي راني نشرت صوركم، راني نشرتهم، اللي ما نشرتهمش راني نعطيكم فرصه لانه صوركم كلهم راهم محفوظين في ملف. نعطيكم فرصه انكم تتبراوا من هذا اللقيط الشاذ المخنث الديوث الفاسد، لانه اصبح يشكل خطرا على الافراد والاسر. ومسني انا في شرفي وفي كرامتي، يتكلم عليا قسما بالله العلي العظيم، وراني في 10 الايام الاواخر، قسما بالله العلي العظيم ما نسمح لك الى يوم القيامه، غير نجيبك ولو بعد حين، بعد 100 سنه نجيبك. اسمعها من عند سعيد بن سديرة مليح. 25 مصور راهم في باريس يتبعوا في تحركاتك، وين تتحرك يصوروك، وعاطيهم كما يقول لك الناس خريطه الطريق، انه ما كاش اللي يهضر معاك يصورك. بعد العيد نعيد ان شاء الله ونتقابلوا في باريس، الا كانك راجل ارواح نتقابلوا، وانا متاكد ماكش راجل ماكش رايح تجي. اذا رايح انا نجيبك بطريقتي الخاصه في اطار القانون، مانيش راح نسرقك ونخطفك، في اطار القانون بالتنسيق مع المصالح الفرنسيه. راح نقدمك المصالح الفرنسيه يرحلوك في اطار قانوني الى المانيا، لانك دخلت من المانيا ما دخلتش من الجزائر، يرحلوك الى المانيا، ومن المانيا تاخذ اجراءات ممكن 4 شهور 6 شهور 5 شهور، يعني عادي جدا، وانت في مركز الترحيل، ثم يتم ترحيلك من المانيا الى الجزائر. وكي توصل للجزائر ان شاء الله ستجدني في استقبالك في مطار هواري بومدين. تلقاني انا ما هبطش للجزائر، انا من 2014 ما هبطش للجزائر، وما نهبطش، يعني موقف سياسي ما نهبطش، لكن من اجلك راح نهبط، وما دام الوعي او التوعيه او الوعي السياسي اللي راك تمارس فيه كما يقولوا البعض هو تسب في الناس، تسب في بنات الناس، وتسب في نساء الرجاله وبنات الرجاله. دركا نوريك الزنباع وين ينباع، ودركا نقول لك باللي يا الشاذ، يا كما يقول لك الناس الديوث، انا من اليوم مانيش معارض سياسي ولا ناقد سياسي ولا مقاوم سياسي، انا من اليوم بطلت. كي ولات المقاومه السياسيه كما هكذا، كي ولات المعارضه السياسيه كما هاك، كي ولا النقد السياسي كما هاك، كي ولا كما يقول لك الوعي السياسي يمارس فيه واحد طحان ديوث مخنث هارب ومقدم
يعني ملف شاذ بصفه رسميه هو اللي مقدمه في، قلت لكم، في مديريه في وزاره الهجره في المانيا. كي اصبح الوعي السياسي هذا هو، اخويا راه لكم الوعي السياسي، انا بطلت. انا من نحتاجش الوعي السياسي هذايا الان. واش نقول لكم؟ قلت لكم انه القضيه اللي بيني وبين هذا الشاذ هذا امير ديزاد هي قضيه شخصيه، ماهيش قضيه أزمة الخليج، ماهيش قضية فلسطين، ماهيش قضية الصحراء الغربية، ماهيش قضية كما يقولوا الناس مش عارف أنا قضية التوارق. ما عنديش قضية مع السياسية لأنه ما عندي علاقة. أنا قضيتي معاه قضية شخصية، مسني في أموري الشخصية، مسني في شرفي وكرامتي. اللي يحب ينصح يدبر على صوغه. أنا لم ولن أتوقف عن هذه الخطوة اللي راني خطيتها، واللي أقسمت أنني ما نتراجعش حتى نجيب ثأري ونجيب حقي منه. مانيش متراجع حتى نجيب حقي منه. الشيء اللي حبيت نقول أنه هذا الشاذ لو كان ما وجعوش الكلام ما يطلبش السينيال باش يوقفوا لي الصفحة تاعي، ورايح تسمعوها في الفيديو لأني شرحتها بالتفصيل الممل. ونطلب منه، لا مش نطلب منه، يعني قصدي نتحداه إذا هو راجل ما يطلبش السينيال. مادام الكلام ما يوجعكش، وعلاش تطلب السينيال باش يوقفوا لي الصفحه؟ اتوقع في الساعات القادمه ممكن يوقفوا الصفحه، ممكن، لكن هذا التسجيل راح ننزله في اليوتيوب نفس الشيء، وراح توجدوا كل التسجيلات في اليوتيوب، والاصدقاء راهم وزعوا الكلام، وعندكم تسمعوا ان شاء الله في التسجيل اللي راح ننزله الان يعني مباشره بما نغلق البث المباشر راح ننزل الفيديو اللي راح تسمعوه اللي سجلته عصر اليوم قبل الفطور برك فقط. وراح يكون تسجيلات اخرى ان شاء الله، لكن في قالب، يعني راح يكون قالب سياسي اكثر، يعني كما يقول لك بشكل رسمي، موش بهذا، لانه انا فضحت وخلاص. اصبح الان معروف عند العام والخاص من هو هذا الشاذ الذي يحمل اوراق رسميه انه شاذ. هو يقدم نفسه انه شاذ، بالاضافه الى موضوعه مع الشيخ الدبوز التخمرتي. قصته معروفه مع الشيخ الدبوز التخمرتي والعصيده، هذه هي قصه معروفه، اللي ما يعرفهاش يسال الناس يخبروه. قصته في غليزان مع الشعوذه معروفه. وكاين جديد ان شاء الله، كاين جديد، ومانيش طالقوا الى يوم القيامه. وديما عقابكم، ديما عقابكم، ديما عقابكم. السلام عليكم.